رحت اشتريها لقيت الكيلو بقى منها ب80 جنيه. قلت يا بنت بقى ما بديهاش، جبت كيلو الدقيق بتاعي ورحت نخلاه ومجهزاه، وحطيت معايا 3 كوبايات ونص من الميه الدافيه. حلو الكلام. وكان عندي حته خميره كده بيره بتاعت الخبيز كانت فاضله في الفريزر. قلت يا بنت اختبريها، ورحت منزلاها على الميه الدافيه. دفى بسيط جدا عشان احنا في الصيف. حطيت عليها 4 معالق سكر، وابتديت ان انا ادوبها لان هي لسه معايا مجمده. ما انا لازم اتاكد ان الخميره بتاعتي مظبوطه و100%. بعد ما دوبتها زي ما انتوا شايفين كده، من غير بقى سمنه ومن غير لبن ومن غير وجع قلب كتير، بمكونات بسيطه جدا هتعمليها وهتطلع معاكي تحفه وتملي بيتك خير. والكيلو اللي انت كنت هتجيبيه ده هيبقى عندك 2 كيلو منها. ومعايا معلقه من النشا، ومعايا كمان معلقتين من لبن البودر. يبقى دي كل المواد السائله اللي احنا هنحطها على الدقيق بتاعنا، مع كمان نص كوبايه زيت. ايه ده؟ وانت هتعمليها زي ما انت كنت هتشتريها واحلى كمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي لي في القناه، وتكتبي لي كومنت حلو منك كده تشجعيني وتقولي لي انت منين، وكمان لايك حلو عشان الفيديو يعجبك وتقومي جري تعمليها. وما تنسيش معلقه الخل ونص معلقه من بيكنج باودر. حلو كده. حلو كده. ادي كل المكونات بتاعتنا، وهنزل بالدقيق بتاعي ده واحده واحده، يعني حبه حبه كده. ما تقليش على نفسك وتبتدي تقلبي بالشكل ده، هتلاقي العجينه معاكي لفت، وبمنتهى السهوله يتحول معاكي لقرص تحفه. القرص بتاعت الفران، عجينه القرص بتاعت الفران. اهو بحط معاك اهوت نص معلقه من البيكنج باودر. يبقى حطينا 3 كوبايات ميه دافيه، معاهم معلقه كبيره خميره او ظرف من الخميره الفوريه، ومعاكي معلقه صغيره من الخل، ونص كوبايه زيت، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. ده كله على كيلو دقيق. وتنزلي كده بالدقيق شويه شويه، الميه جت بالظبط مع الدقيق. لما انت تنزلي بالدقيق بتاعك حبه حبه تقدري تتحكمي فيه، لان الدقيق ما بيبقاش زي بعض. وتقعدي بقى كده حبيبه قلبي تعجني فيها حبه كويسين محترمين. طبعا انا بحب جدا القرص اللي هي بالليسون وبالشمر. فقسمت العجينه بتاعتي لنصين، نص خليتها ساده عشان ولادي بيحبوها، والنص التاني خليتها برضو بالشمر والليسون، حلو قوي مع الفطار. هتزهقي بقى من الفول والطعمية والجبن ومش عارفة ايه، ودي كمان ممكن تحشيها جبن وتعملي بالعجينة دي اللي انت عايزاه، كل فينو ماشي، كايزر ماشي، تعملي كل حاجة، تحشيها جبن، تحشيها نوتيلا. انا حبيت بس اللي انا ايه، يعني ادي لنفسي كده ثقة اللي انا الحمد لله يعني اقدر اعمل وما اشتريش، وما كلفتنيش الا يعني ما يجيش 25 جنيه، كله من البيت. قسمت العجينة على 2 وسبتها ان هي ترتاح لمدة نص ساعة عشان الجو حر، رفعت معايا على طول. هبتدي بقى اجيب الصواني بتاعتي وادهنها دهنة بسيطة من الزيت. والله العظيم سهلة جدا، طريقة سهلة وطريقة عجن سهلة وطريقة تحضير سهلة وسواها بسم الله ما شاء الله. اولا هو كيلو، يعني بالنسبة لعيلة كبيرة مثلا زينا يا دوبك على القد، بس بيبقى حلو قوي لما تتعشي بيه كوبايه شاي بلبن، تفطري بيه كوبايه شاي بلبن، بيبقى حلو قوي. هتبتدي بقى كده تقرصيه. المرحله دي بقى ممكن تحشيها جبن. انا بصراحه ما كانش عندي، وفي نفس الوقت حبيت ان انا اشوف هي هتكلف ولا مش هتكلف، من غير حشوات ومن غير اي حاجه. تقدري عجوه، تقدري ملبن، تقدري جبن، تقدري نوتيلا، تقدري شوكولاته، اللي انت عايزاه كله تقدري تحشيها بيه، جبنه موتزاريلا، اللي انت عايزاه. العجينه معاكي دي اسمها العجينه السحريه الموفره جدا جدا، والنتيجه بتاعتها في منتهى الجمال، مش هتنسي حلاوتها وطعمتها. وسهله جدا في التشكيل بتاعها، مفيش عقد. تكوريها كور، تفرديها القرصه اللي انت عايزاها، كبيره تمام، صغيره براحتك خالص. انا طبعا كنت مستعجله وقلت لازم اتعشى بيها بشاي بلبن، وفعلا ببركه ربنا سبحانه وتعالى ربنا عني، وفعلا اتعشيت بيها بشاي بلبن زمان، وكان نفسي اللي انا اكلها.
من غير زيت، من غير سمنة، من غير لبن، من غير اي حاجة مكلفة، بزيت وبمية وحتة الخميرة والدقيق وحاجات بسيطة جدا بتحطيها بس، هتطلع معاكي احلى قرص في الدنيا. بعد بقى ما تشكليها كده حبيبة قلبي، تسيبيها برضو لمدة نص ساعة كمان ترتاح. يبقى هي ساعة، نص ساعة في الأول ونص ساعة في الآخر، احنا عشان في الصيف، لكن احنا لو في الشتاء هتاخد معاكي يعني الساعة دي هتبقى ساعتين، وغير ما انك هتدفيها بقى في الشتاء. لكن دي بفوطة واحدة بس هتغطيها. طبعا انا عملت اللي هي ام شمر، او عملت السادة دي ام شمر اهيت، عشان فيها الشمر اهوت، دي اللي بشمر، شمر وليسون، حابة تحطي كمون برضو براحتك خالص. جميلة جميلة جميلة، لو قلت من هنا للسنة الجاية جميلة مش هتصدقي إلا لما تقومي يا حبيبة قلبي تعمليها. اعمليها بنص كيلو دقيق، وفي الفرن بتاع البوتاجاز هتطلع معاكي عسل. وما تنسينيش بقى في الدعاء يا حبيبة قلبي، المقادير معاكي مقادير مظبوطة 100%، وانا عاملاها قدامك اهو بكل سهولة، لا تعقيد ولا مكونات ولا اي حاجة، وتقدري تعملي بالعجينة دي اللي انت عايزاه كله. اهو جهزتها، قرصتها، فردتها، بقت بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طلعوا معايا الكمية الجميلة دي، لو وزنتيهم بقى بعد السوا هيجيبوا معاكي 2 كيلو. يبقى انت وفرتي وجبتي كمية كبيرة ومليتي بيتك خير. وادي النتيجة بتاعتها، شايفة الحلاوة والجمال؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال بتاعها؟ دي بقى كانوا ايه، طلعوا ولادي ما شاء الله عليهم، ما كانوش صابرين عليهم. لكن لازم تخلي بالك من الفرن بتاعك. هنا التسوية معايا في الصينية ديت كانت حلوة قوي، لكن في الاول طبعا بيبقى الفرن ايه، عايزه تظبطي من تحت تظبطي من فوق. شايفه طالعه معاكي عامله ازاي؟ بصي بصي ابني، بسم الله ما شاء الله، بيوريها لكم من جوه عامله ازاي. قرص اللفران دي ولا مش قرص اللفران يا بتوع المدارس؟ شفتوا الحركه دي؟ ما شاء الله. ودي كان متاخد منها، هي تطلع من الفرن تقومي انتي تغطيها على طول بالفوطه بتاعتك، تحتفظ بالسخونيه. وطول ما هي سخنه مش هتطلع معاكي، استني عليها لما تهدى. اهي هي مش لازقه ولا اي حاجه، بس هي لسه سخنه. دي كانت لسه بقى، كنت لسه شايله من عليها الغطا، فكان لسه الوش